لا هو الفيديو جريء فيديو جريء نار يعني تقريبا. فالفيديو ده للمتزوجات فقط، مش لحد غير كده. انا قلت خلاص اهو، يلا بينا يا جماعه. عاملين ايه الاخبار؟ يا رب دايما تبقوا كويسين وتبقوا بألف صحه وسعاده وخير. اقول ايه؟ هبدأ ازاي؟ هعمل معاكم ايه؟ انتوا مش متخيلين انا فتحت الكاميرا كام مره واقعد هقول ايه، هبدأ ازاي. بس انتوا طلبتوا مني الفيديو ده خصوصا للعرايس الجداد، فكان لازم اشوف هقول لكم ايه. قبل ما نبدأ الفيديو إيه اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنبه واعملوا لايك متين حلو كده للفيديو، ويلا بينا على طول. في البداية كده، يعني ايه علاقة حميمة بين الراجل ومراته؟ العلاقة الحميمة دي فيها أسرار كتيرة جدا، وبتختلف من شخص لشخص لشخص لشخص. يعني العلاقة الحميمة بينك وبين جوزك مش نفس العلاقة الحميمة بينك وبين صاحبتك وجوزها. فيها أسرار كتيرة، شخصيات مختلفة، وفيها لازم يكون موجود الحب. ده اللي أنا شايفاه. علاقة كده محتاجة تركيز، محتاجة تركيز في إيه بقى؟ إن انت تعرفي تفاصيل كتيرة عن الطرف التاني ممكن تكون ما بتجيش في بالك، والتفاصيل دي هتفرق جدا في نجاح العلاقة. وخدوا بالكم، فشل العلاقة الحميمة بين الراجل ومراته هو سبب من أسباب اللي تقريبا 98% أسباب الطلاق حاليا. طيب، أنا جالي كومنت كتيرة بيقولوا لي مثلا أنا جوزي بيطلب مني كذا، أنا جوزي بيقول لي على كذا، أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا مش عارفة أتصرف إزاي. فالنهاردة هنقول متطلبات الزوج من مراته إيه، المفروض أنت تعملي معاه إيه. الله، يعني هو انا المفروض اعمل معاه ايه وهو ملوش متطلبات؟ لا يا حبيبتي، طبعا له متطلبات، لان الطرفين شركة في العلاقة دي، فلازم انتي برضو ليكي متطلبات. ففي البداية كده، اول حاجة انا عايزة اقولها لك ان العلاقة دي حلال، حاجة كان ربنا محرمها ودلوقتي بقت حلال. يعني بمعنى اصح مباح فيها كل حاجة تتوقعيها وتخطر في دماغك الا حاجة واحدة بس. يعني اي طلب جوزك هيطلبه منك هو حلال ان انت تعمليه، والمفروض عليكي في الشرع وفي الدين وفي كل حاجة. ولو عايزة تحافظي على بيتك وعايزة تحافظي على جوزك وعايزاه يحبك اكتر، المفروض ان انت تعمليه. هو كده وخلاص، وهو مش هعيد تاني. لازم جوزك يحس منك ان انت عايزاه، ان انت قابلاه زي ما هو جاي عايزك ومبسوط. هو عايز يحس نفس الاحساس، عايز يحس ان انت معاه عايزاه. مش مثلا بيجيلك وقت كده هو مثلا جاي يقرب منك فانتي تسكتي كده وجواكي بقى في كلام جوه بيحصل. ده كان وقته، ده انا متضايقه، ده انا عايزه اخد شاور، ده انا عايزه انام، ده انا عندي شغل الصبح، ده انا عندي مواعين كتيره. هو الكلام اللي بيبقى جواكي ده بالذات في الموقف ده بيطلع بره على وشك، فبيبان قدامه ان انت مش عايزاه. ودي كارثه فعلا، ان هو يحس ان انت مش عايزاه. لو حس منك ان انت مش عايزاه هيبدا يدور بره. خدي بالك من ناحيه الحرمانيه برضو هيبقى عليكي ذنب، لان انت كنتي سبب في حاجه زي دي. فلازم جوزك لما يكون عايزك يحس احساس جامد جدا ان انت عايزاه، ان انت قابلاه، ان انت حباه، ان انت فضيتي نفسك ليه، سبتي كل حاجه في ايدك كده ايا كانت اخرك. بس طب معلش ثواني بس هدخل اخد شاور بس، ولا اكل ولا ولاد ولا شغل ولا اي حاجه في الحياه تتوقعيها. لازم يحس منك كده، يحس كده ان هو مرغوب فيه وان انت بتتمني له الرضا ترد. تاني حاجه لازم يحس منك ان انت مشاركاه، انتوا كابلز لازم تبقوا مع بعض. بمعنى ايه؟ مش فاهمين؟ طيب، يعني انت تعبري له عن مشاعرك في كلام. يعني انت حابه تقولي له، انت عايزاه تقولي له، انت مبسوطه تقولي له. كل ده لازم يحس منك، مش ان انت مثلا مخده قدامه، او ان انت حتشبسوت، او انت نمتي. لا،
لازم يحس دايما ان انت معاه. تالت حاجة، لازم تحسسي جوزك ان مفيش منه اتنين، ان هو البطل المغوار اللي بصي اللي خرب الدنيا اللي مفيش زيه ابدا. رابع حاجة، في بداية الجواز في الازواج بتكون قلقانة من مراته، يعني هو قلقان من مراته او منك، يعني علشان خايف من رد فعلك، خايف انت هتقولي له ايه، يعني نفسه في حاجة يعملها بس قلقان من رد فعلك، مش عارف، خايف. فانت لازم تطمنيه. طب ده هيجي ازاي؟ بمرور الثقة بينكم وان انت تهويله شوية، مش كل حاجة تقعدي تقول له لا 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 لا. طب مال هو هيعمل ايه؟ هيشوفها فين؟ وهيروح يدور بره. فاحنا لازم حتى لو انت جيتي على نفسك شوية، اغلب طلباته لازم تنفذيها. خليكي دايما بقى متجددة في كلامك، متجددة في لبسك. هتقولي لي الحاجة الأسعار بقت غالية، مش لازم انت تجيبي لانجيري ب500 مليون جنيه، ممكن تنزلي تجيبي واحد ب65 جنيه ملوش أي 30 لازمة، اللي هو لابسة واحدة بس وخلاص وانتهينا. تمام، بس يحس ان انت مهتمة، ان انت دايما بالطريقة دي تعملي شعرك، تحطي مكياج، بتلبسي حلو، بتقولي له، تتصل عليه مثلا هو مع اصحابه، طب انا مستنياك، انا عامله لك مفاجاه، ما تقولوش المفاجاه، انا عامله لك مفاجاه ومستنياك. الراجل يحب قوي كده، لان ده بيحسسه ان هو مرغوب فيه، ان انت زي ما هو بيبقى عايزك انت كمان عايزاه. مانيكير جديد، ما تجيش بقى مثلا تقولي له ايه رايك في الحاجه الجديده اللي انا جايباها، لا، خليه يكتشف لوحده، وما تستنيش منه الرد فعل الواو. هو بالنسبه له هو شاف حاجه جديده، يعني ممكن تكوني انت مثلا حاطه مانيكير وهو ما خدش باله اصلا، فما تجيش تقولي له ايه رايك في كذا، هو مش واخد باله. هو بالنسبه له واحده ست جميله قدامه، بس مراته اللي بيحبها، مش اكتر ولا اقل. بس في نفس الوقت انت اهتمي بالتفاصيل، ما تجيش تقولي له مثلا ده انا عامله تاتو وانت ما قلتليش حلو ولا لا، ولا قلت لي رايك فيه. هو مش واخد باله يا ماما، هو مش فايق دلوقتي للتاتو ولا المانيكير ولا الحاجات دي. قلنا دلوقتي ان انت لازم تشاركيه، ان انت لازم تفاجئيه، ان انت لازم تلبسي كل فتره او على طول لبس حلو، ولازم لانجري، ولازم تكوني متجدده في كلامك وتصرفاتك. ان كمان لازم تحسسيه ان هو مرغوب فيه، لازم تحسسيه ان انت موجوده معاه وعايزاه وحباه. لازم تديله الامان، لازم تديله الامان عشان يبدا يطلب منك اللي هو عايزه. ومثلا ما تجيش تتفاجئي في مره من المرات هو بيشوف مواقع مش كويسه، بيتفرج على بنات عريانه، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. واكيد انا مش هتكلم اكتر من كده. ريحتك مهمه، ريحتك طول الوقت لازم تبقى حلوه، بس مش في نفس الوقت تبقى فظه قويه، لا، انت دايما بتاخدي شاور، ده يعني بناء على النظافه الشخصيه، بتحطي برفان حلو. في البيت حطي عطور تبقى سكسي شويه، قويه على قد ما تقدري، بس ما ترشيش كتير، يعني هو البرفان نفسه قوي، فالمفروض ان انت ترشي حاجه بسيطه منه. تالت حاجه، اوعي حسك عينك تتكلمي عن عيب فيكي، يعني مثلا شعرك وحش، طول الوقت انا عايزه اعمل شعري بروتين، انا شعري وحش، انا شعري مضايقني، انا شعري خشن. طب ليه يا ماما؟ انتي تاخدي منه فلوس، قولي له انا رايحه الكوافير، رايحه السنتر، زي ما انت بتقولي له رايحه البيوت سنتر، اي حاجه. ما تقوليش بقى انا هعمل فيه كذا، ما جيش تقولي له ده انا تخينه، ده انا الحته ديت في الجنب بتاعي ده مليان دهون، ده انا عندي المنطقه دي اصلا سمراء، ده انا تحت باطي اسمر. بلاش العيوب دي، بلاش تذكري له عيوب، لان هو مش واخد باله منها. زي ما انا بقول لك، هو مش واخد باله من تفاصيل مثلا زي المانيكير والتاتو كده، هو برضه مش واخد باله من العيوب الصغيره اللي انت بتتكلمي فيها. فانت بتفتحي عينه على عيوب ما هيش عندك، مش واخد باله منها، فهيبدا يركز معاكي فيها. طب وليه؟ بلاش نتكلم على عيوب ابدا. اتمنى ان انا اكون قدرت اتكلم شويه في الفيديو ده واقول لكم التفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا. ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنت وقولوا لي عايزين نتكلم عن ايه. بحبكم، باي باي.